هاستا لا فيكتوريا سيمبري. اي زمان ولا مكان باش تيكون الظلم والقمع طاغي في اي بلاد وفي اي بلاصه في هذه الارض غادي يكون المقاومه هي الحل. هذه الكلمه من كلمات الخالده من امين الراحل ارنستو تشي جيفارا. تولد تشي جيفارا في المدينه الارجنتينيه روزاريو في عام 1928 من اب ارجنتيني. الاسم ديالو ارنستو جيفارا ليش كان مهندس معماري، وكان الاسم الام سيلينا دي لا سرينا، وكان العمل ديالها ناشطة سياسية. كانت العائلة تشي جيفارا في هذيك الحقبة في القرن العشرين من الطبقة المتوسطة، وكان ارنستو هو الكبير ما بين 5 الإخوة. الوالدين ديالو كان عندهم تأثير كبير في شخصيته، خصوصا من ناحية القراءة والأفكار والاهتمام بالقضايا السياسية. ولكن طفولة ارنستو ما كانت سهلة. فاش كان صغير هو كان كيعاني من مرض الربو ومرض تنفسي غادي يبقى مرافقه تقريبا طول حياته. كانت هاد النوبات ديال الربو بعد مرات كتكون قوية لدرجة عائلته اضطرت تنتقل لمكان قريب في مدينة قرطبة الأرجنتينية. تما كالجو كيف بسبب الحالة ديالو، والغريب هادشي رغم المرض ما خلاش يعيش ضعيف ومنعزل عن الحياة، بل بالعكس ارنستو كان تيبغي الرياضه وكان تيمارس السباحه وتلعب كره القدم، وكان عنده اهتمام كبير بالرمايه وممارسه الجولف. مع مرور الوقت ولا كيبان عليه نوع من العناد والاصرار، لانه ما كانش باغي يسمح لمرض الربو يحدد ليه شنو يقدر يدير وشنو ما يقدر ما يديرش. وفي نفس الوقت كان عنده جانب اخر مختلف وهو القراءه. من الصغر ديالو كان ارنستو تيقرا بزاف. مع فتره المراهقه بدا كيطور من الاهتمام ديالو الكبير بالادب والشعر وخصوصا الاعمال. عدد من الشعراء معروفين، وكان كذلك تلعب الشطرنج وتعلمها من الاب ديالو، وبدا يشارك في البطولات المحليه وهو مازال صغير. وهنا بدات كتشكل واحده من الشخصيات ديالو، الطفل اللي عنده مشاكل صحيه ولكن في المقابل عنده فضول كبير، كيقرا وكيمارس الرياضه وكيحاول يكتشف العالم اللي داير به. مع دخوله مرحله المراهقه بدا الاهتمام ديالو بالافكار السياسيه والاجتماعيه كتكبر تدريجيا. البيئه العائليه زعمت في هادشي، بحيث كان الاب ديالو معروف بالتأييد ديالو الجمهوريين خلال الحرب الاهليه الاسبانيه، وكان المنزل العائلة كتستقبل أحيانا أشخاص مرتبطين بهذا الصراع. ولكن المهم خاص نعرفوا حاجة وحدة، تشي جيفارا ما تزاش الثائر، وما كانش عارف راسو غادي يكون هو داك الطفل اللي غادي يمشي لكوبا يحارب بجانب كاسترو، ولأنه غادي يولي واحد من أشهر الشخصيات الجوهرية في التاريخ. طفل ارنستو كان كبر بحال أي طفل آخر، لكن المرض، القراءة والرياضة والبيئة العائلية ومن بعد التجارب اللي عاشها غادي تساهم بطريقة مختلفة في بناء شخصية اللي غادي يعرف العالم كامل باسم تشي جيفارا. والأهم التحول الحقيقي في حياته ما غاديش يجي وهو طفل، وإنما غادي تشكل بوضوح اللي غادي يدخل مرحلة الشباب، خصوصا من خلال السفر ديالو عبر أمريكا اللاتينية. تماك فين غادي يشوف الفقر والمرض ومعاناة بعينيه، وهنا كتبدل أفكاره وتغير بشكل كبير. المهم يوصل الدحش لنا بتنساش دير الاشتراك زائد التعليق يكون زوين بحالك. ونتلاقاو في الجزء الثاني غادي يكون التتمة ديال هاد الرحلة ديال ارنستو تشي جيفارا في الشباب ديالو. يلا مع السلامة.